وحشتوني. من أكتر الحاجات اللي بتخلي أي علاقة تكمل وتعيش هي التقدير. ممكن الحب يكون موجود، لكن لو مفيش تقدير العلاقة مع الوقت بتبدأ تضعف، لأن الإنسان مش محتاج يسمع كلمة بحبك وبس، هو محتاج يحس إن هو ليه قيمة، وإن وجوده فارق، وإن مجهوده بتشاف مع الطرف الآخر. يعني إيه تقدير في العلاقات؟ التقدير هو إن أنت تحترم الشخص اللي معاك، وتحترم وقته ومشاعره وتعبه ووجوده في حياتك، وإنك تشكره على أقل حاجة بيعملها لك، وإنك تسأله عن يومه، وإنك تعيش تفاصيله وتدعمه وقت ضعفه، وتفرح بنجاحه وتتعب لتعبه، وتحسسه إن هو مش مجرد شخص موجود في حياتك، لكنه شخص مهم بالنسبة لك. التقدير عمره ما بيتقاس بالفلوس ولا بالهدايا. ممكن رسالة صغيرة أو مكالمة دقيقتين بتعمل فرق كبير جدا في قلب الشخص اللي قدامك. طيب، هل الانشغال مبرر لعدم التقدير؟ لازم نكون عارفين إن كلنا مشغولين وعندنا مسؤوليات وشغل وضغوط ومشاكل، لكن الحقيقة إن الانشغال بيأثر على كمية الوقت، مش على جودة التقدير. الشخص اللي بيقدرك هيلاقي دقيقة يطمن عليك، أو هيبعت لك رسالة يقولك فيها أنا مشغول بس بفكر فيك. لكن اللي بيفضل طول الوقت يبرر بالإرهاق والانشغال وهو قادر يهتم بحاجات تانية، فالمشكلة غالبا مش في الوقت، المشكلة في ترتيب الأولويات وفي قيمتك عنده في أولوياته. التقدير مش محتاج ساعات طويلة، لكن محتاج نية واهتمام من القلب. طب ليه في ناس ما بتشوفش نفسها غلطانة رغم قلة تقديرها للأشخاص اللي معاها؟ دي من أصعب الحاجات في العلاقات. في ناس لما تواجهها بتقصيرها، بدل ما تراجع نفسها تبدأ تدور على مبررات، ويبدأ يقولك أنا مشغول، أنا تعبان، أنا وقتي ضيق، انت حساس زيادة عن اللزوم، انت بتأفور المواضيع، دي طبيعتي واستحمل، انا بعمل اللي اقدر عليه معاك. هو مش بيكون شايف ان هو غلط، لانه مقتنع ان الظروف بتبرر كل حاجة، او لانه متعود ان الطرف التاني يستحمل ويسامح. وفي ناس تانية عندها صعوبة في الاعتراف بالخطأ، لان الاعتذار بالنسبة لهم معناه ضعف، فبيفضلوا يبرروا بدل ما يعترفوا. طب ليه بعض الناس بتبرر عدم التقدير بالوقت؟ لأن الوقت شماعة سهلة جدا، أسهل من إنه يقول أنا فعلا مقصر أو أنا غلطت، فبيبدأ يقنع نفسه ويقنع اللي قدامه إن السبب هو ضغوط الحياة. لكن الحقيقة إن الإنسان بيقدر يوفر وقت للحاجات اللي شايفها مهمة في حياته. كلنا بنلاقي وقت نرد على رسالة مهمة، أو نشوف شخص عزيز علينا، أو نعمل حاجة بنحبها. فلو التقدير غايب باستمرار، لازم تسأل، هل المشكلة فعلا في الوقت، ولا في الاهتمام، ولا في قيمتي عند الشخص ده؟ طب ايه هي العلامات اللي بتقول ان الشخص مش مقدر وجودك في حياته؟ وجودك وغيابك بالنسبة له واحد، نادرا ما بيشكرك أو يعبر عن الامتنان ليك، بيقلل دايما من مشاعرك لما تشتكي، بينسى المناسبات المهمة باستمرار بينكم، بيتوقع منك العطاء طول الوقت بدون أي مقابل معنوي، أو يبرر كل تقصير بالانشغال، أو يخليك تحس إن طلبك للاهتمام شيء مبالغ فيه جدا. طيب، إزاي نفرق ما بين الشخص المشغول والشخص الغير مقدر؟ الشخص المشغول هيعتذر لو قصر، هيحاول يعوضك، هيطمن عليك حتى لو لدقايق صغيرة، هيوفر لك وقت من يوم، هيخليك حاسس ان انت مهم بالنسبة له. لكن الشخص اللي ما بيقدركش هيكرر نفس التقصير دايما، هيبرر بدل ما يصلح، هيخليك تحس طول الوقت بالذنب لانك بتطلب بحقك، هيعتبر اهتمامك الزايد مشكلة ومش تقصيره هو المشكلة. طب هل الإنسان اللي مش شايف نفسه غلط ممكن يتغير؟ طبعا ممكن يتغير، لكن بشرط مهم جدا، انه يعترف ان هو عنده مشكلة، ويكون عنده رغبة حقيقية في التغيير، ويكون عايزك بالفعل. لكن لو مقتنع ان كل الناس هي اللي غلط، وان كل تصرفاته مبررة، فالتغيير هنا هيكون صعب جدا، لان اول خطوة في اي تغيير ان انا اعترف ان انا عندي مشكلة. طب انا ازاي اتعامل في الوقت ده؟
اتكلم مع الطرف الآخر بهدوء عن اللي مضايقك. اتكلم عن إحساسك بدل الاتهامات. شوف هل في تغيير بعد الكلام ولا مجرد وعود فاضية. اوعى تقبل ان احتياجك للتقدير يتحول لتهمة. حط حدود لو لقيت ان العلاقة كلها قايمة على التبريرات. ختاما، العلاقات الصحية مش خالية من الانشغال، لكنها خالية من الإهمال المتكرر. كلنا ممكن ننشغل، لكن اللي بيحب ويقدر بيدور على طريقة يحافظ بيها على العلاقة اللي قدامه مهما كانت الظروف. لكن التبرير المستمر وعدم الاعتراف بالخطأ وإن أنا دايما أرمي اللوم على الوقت، فكل دي علامات تستحق الوقوف. افتكر دايما الوقت ما بيمنعش التقدير، لكنه بيكشف الأولويات، والشخص اللي بيقدرك هيحاول يوصل لك تقديره حتى في أكتر أيامه ازدحاما. ودمتم سالمين.